علماؤك يقولون أن محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام قد عبس في وجه الأعمى. سؤال لك الآن: هل علماؤك مخطئون أم مصيبون؟ وهل أنا أتكلم مع آية الله مكارم الشيرازي، أم مع آية الله مغني العاملي، أم مع الطبرسي، أو مع المجلسي؟ كذب علمائك، خطوهم، قل أن علمائي كذبوا على رسول الله وأخطأوا وهم مخطئون بذلك، واتهموا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. رد على علمائك. وسؤال لك الآن: هل علماؤك مخطئون أو ليسوا بمخطئين؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت تحاور شخص عفوا، الموت، روح الحمام وتعال، روح الموت. هل أنت من سلالة زرارة؟ سمعتوا يا أخوان الصوت؟ هرب وله ضراط، هرب وله ضراط. سمعنا ضراط الموت، لقد سمعنا ضراط الموت بعدما حشر في زاوية أمامكم، والصوت والله صدر منه، الصوت صدر منه. تفضل أخي رائد، بارك الله فيك، ما هو تعليقك بعدما هرب ضيفنا الضراط الموت وقلد بذلك زرار الضراط؟ السلام عليكم. السلام عليكم. حيا الله الأخوان جميعا. أخي أبو حمد الله يحفظك، يعني أنا كتبت لك على الخاص جزاك الله خير. الموت كل شوي يكتب طيط على العام، فظاهر هو يعاني من مشكلة، الرجال اللي يروح للحمام، فأنت حصرته تعال جاوب. فاضطر يسويها بالغرفة كل شوية. فارجوك يا أخي الله يحفظك، يعني إحنا الرائحة هذه منتنة، يعني تكفينا رائحة الموت نفسه، فما بالك برائحة يعني فسائه وضراطه. فيعني أرجوك يا أخي أبو محمد، يعني رفقا بالأخوان، أو يعني لو الله يحفظك توزع على المستمعين يعني فد غازات، يعني ماسكات، بارك الله بيك، وزع على الأخوان نوع من الأقنعة، حتى لأن ترى إحنا بذمتكم، يعني بارك الله بيك مولاي أبو محمد، رفقا بنا، لكن لا قد بارك الله بك. والله فضحك الله، والله فضحك الله. والله أول مرة تحصل معانا أن شيعيا وعلى الهواء مباشرة يفعلها. أعوذ بالله. بخر الغرفة أخوي الشيوخ، أخوي الكريم، بخر الغرفة. وين الموت؟ وين الموت يا شباب؟ اطردوه، اطردوه. الله يا استغفر الله، أعوذ بالله، شريح الخير. اطردوه يا شباب، اطردوه من الغرفة. أخوي جلاد بارك الله فيك، عندك هذا العود الطيب بارك الله فيك. بخر الشباب، بخر الغرفة. بعدما عملها أمامكم ولم يجب على الأسئلة الموجهة أمامكم، الرجل يهرب، وبعدما حشر وضيقنا عليه الخناق ضرط أمام الحضور ولم يستحي. إن لم تستحي فافعل ما شئت. والله وتالله أني سمعتها صادرة من ذلك الرجل المدعو الموت. إخوان التسجيل عليكم بالتسجيل، انشروه في اليوتيوب واحفظوا نسخة منه عندكم بارك الله فيكم. لا يضيع هذا التسجيل. أخوي مزلزل ممكن نسمعها بارك الله فيك؟ ممكن نسمعها مرة ثانية؟ والله العظيم إنها أول مرة تحصل معي أن شيعيا وأثناء الحوار يصدر منه صوت الضراط بعدما ضيقنا عليه الخناق. أنا قلت، وأخونا والله دخل علي الأخ رائد قال الرجل محصور. قلت كيف عرفت؟ قال يا أخي كل قليل يكتب طيط طيط. قلت معقولة؟ قال والله الرجل محصور. قال قل ارحمه يا أبا حمد، قد يكون يعاني من غازات أو مرض في القولون. قلت ما أدري أنا، قد يكون. وبعد ذلك ما رحمناه، قدمناه. وهذا جزاء من يتعرض للنبي محمد، وجزاء من يتعرض لصحابة النبي، وجزاء من يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم. فضحه الله عز وجل أمام الحضور،
والله أنها لفضيحة، والله أنها لفضيحة، والله أنها لفضيحة مدوية، ولها صوت ولها رائحة منتنة. أخزاك الله يا موت، أخزاك الله، أعفنتنا بهذه الرائحة القذرة، لعنك الله يا الموت. تفضل أخوي عفوا المزلزل، نسمع منك ضرطة الموت. تفضل بارك الله بك.